أكثر من 19 ألف تلميذ تونسي اختار أنه يقرأ في المنظومة الفرنسية، التعليم الفرنسي في تونس. يعدوا في أبنائهم باش يخرجوا لبرا، وهذا الموجع. هذا أكثر ما يسالش أقرأ في أي منظومة، ولكن يوجعني ياسر أنه وقت اللي تسمع الولي يقول بربي علاش حطيته، يقول لك يلزموا يخرج لبرا، يلزموا يخرج لبرا. شكون من الأولياء تراه يغلط أنه يهز ولده المنظومة الفرنسية، وشكون اللي تراه صحيح أنه يهز ولده؟ أنا ما عندي حتى علاقة بالنظام الفرنساوي، ومحيطي ما يتكلمش فرنساوية، وما عنديش مشروع لولدي ولا لبنتي باش يخرج لبرا. ناس فيه للنظام التربوي الفرنساوي الواه، ولدك عنده صعوبات في الفرنساوية، علاش زدت تحط فيه في ليكول فرانسيز؟ التعليم باللغة الفرنسية في تونس مازال ينجم يلقى آفاق وينجح؟ القدر متاعنا هو أنه نبقاو محصورين في اللغة الفرنساوية. تاريخ تونس يقرأ ولا لا؟ مش أي مواطن يمشي يقيد صغيره في المدرسة؟ لا إطلاقا إطلاقا. والمعاليم عالية ياسر، أعوان الدولة ترجع لهم 90% من معاليم الدراسة. يقال أنه في المواد العلمية السيستم الفرنسي أسهل من السيستم التونسي. التلميذ اللي عامل فيليير ماتيماتيك في السيستم التونسيان بعيد على المات اللي عامل في السيستم الفرنسي. ما احنا أصعب، معبي أكثر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلاسور. فما رقم خرج مؤخرا يقول أن أكثر من 19 ألف تلميذ تونسي اختار أنه يقرأ في المنظومة الفرنسية، التعليم الفرنسي في تونس. الرقم هذا مش هو الرقم في حد ذاته اللي يطرح التساؤل، لما التساؤل يطرح له هنا شنو اللي نجم يخلي أولياء تختار المنظومة ذي في تونس وتختار منظومة فرنسية تقراها لصغيرها. شنو هي هالمنظومة الفرنسية؟ شنو هو التعليم الفرنسي داخل تونس؟ شنو إيجابياته؟ شنو هي سلبيته؟ كان نعملوا مقارنة بينه وبين المنظومة التونسية شنو نجموا نستخلصوا؟ احنا في كلاسور حابين نحاولوا نجاوبوا على التساؤلات اللي تطرح برشا مرات، فاخترنا أنه يجينا شكون كالعادة كما كل مرة من أهل الاختصاص. ضيفتنا هي الأستاذة والمربية ومديرة سابقة المدرسة الدولية بتونس، هي الأستاذة وهي حابة تقول مربية قبل كل شيء، هي منيرة يوسف. مرحبا بك أستاذة. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة، وشكرا على طرح هذا الموضوع اللي هو بالحق موضوع معناه يثير كثير من الأسئلة ويستوجب أنه نفكروا فيه وأنه نعطيه بعض التوضيحات عليه ونفهموا احنا هنا. طبعا نفهموا، نحاولوا نفهموا على قد ما نجموا. احنا قبل ما نطرحوا التساؤلات هذه ونفهموا شنو هي المنظومة الفرنسية والمنظومة الدولية والمنظومة التعليم الأجنبي في تونس، خلينا نبدأ منك انت ساعة. كيف مشيت المدرسة الدولية؟ أنا بالأساس بنت التربية، يعني بالأساس كنت أستاذ فلسفة، ثم مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ثم كذلك مديرة للمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر برادس، ثم أتيحت لي الفرصة عبر تقديم ترشحي لإدارة مدرسة تونس الدولية، وفي مقارنة بين المترشحين وقع الاختيار على الملف متاعي، وكذلك كان الأمر عبر اختبار، نوع من الاختبار الشفاهي أيضا، يعني مديرين عامين ومستشارين. وقتها ثم مستشار لوزير التربية في اللغات كان حاضر في الانتروتيان هذايا، اللي على أساسه وقع اختياري. مش معناها أني أنا أحسن واحدة، ولكن مع ذلك في وقتها الملمح متاعي يلائم ويناسب المدرسة هذه. دونك اختيار منك أنت، ما وقعش تعيين؟ طبعا أنا قدمت الترشح متاعي نظرا لكونه معناها فما دواعي دعتني باش أنه قلت لما لا نعمل التجربة هذه، لأني نعرف النظام التربوي التونسي من عديد الجوانب متاعه، لما لا أنه أخوض تجربة لإدارة مؤسسة فيها نظام مختلف على النظام التونسي، وعندها خصوصية مدرسة، وتأدي ربما وقتها في خدمة معينة لصنف معين مثل ده. أنت بنت المنظومة التونسية طبعا 100%. ما قريتش في نظام غير النظام التونسي من الابتدائي وما قبل الابتدائي إلى التعليم العالي، معناها الكل في المؤسسات التونسية. ولقيت صعوبة باش تدير مؤسسة مختلفة عن المنظومة اللي درستها؟
هي مش أي موقع تلقى فيه روحك. طبعا في البداية مش تلقى صعوبات، لأنك يلزم تفهم خصوصية ذلك الموقع أو تلك المؤسسة. يعني أكيد أنه في البداية مش تتلائم، مش تكون سهلة التجربة. طبعا مش شيء سهل، خاصة أنه المنظومة هذه احنا مش مستانسين بها، ولكن يلزم تعمل مجهود. المجهود هذا يتعلق مش باش تتعلم اللغة الفرنسوية، خاطر المفروض لازم تكون تجيد الفرنسية طبعا، ولكن باش تفهم خصوصية إدارة هذه المؤسسة وخصوصية تدريس المواد في هذه المؤسسة. لأنك وقت اللي تدير مؤسسة تونسية تعرف فما ضوارب، فما مثلا أسبوع مغلق، أسبوع ما قبل المغلق، يعني عندك المناشير متاعك وعندك ومستنس بها حاجة أنت عشتها. طبعا عشتها، ولكن أيضا أنت في وسط المنظومة الكبيرة اللي حتى وكان فما تهز تليفون تسأل زميلك، تسأل زميلتك، تكلم الوزارة باش تستوضح، فما اجتماعات للمديرين وإلا للنظار وإلا للأساتذة للتكوين، وكذلك للإعلام باش تحسن أداء المهمة متاعك. لكنك وقت اللي تجي في مؤسسة هي الوحيدة في الجمهورية، وتقريبا وقتها كانت المؤسسة هذه في وضعها هي الوحيدة في العالم اللي تشتغل على أساس اتفاقية بين الدولة التونسية والدولة الفرنسوية لتنفيذ البرامج الفرنسية. ما فماش عندنا الفرنسيين يقولوا احنا ما عندناش مؤسسات غير مدرسة تونس الدولية بهذا النظام بهذه الطريقة. مش معناه ما فماش برامج ذات فرنسية في بلاصة أخرى، مدارس ذات برامج فرنسية حتى في تونس وقتها موجودة مؤسسة أخرى، موجودة مؤسسة أقدم شوية من مدرسة تونس الدولية، وموجودين المؤسسات الفرنسية، ولكن أن تكون مدرسة تونسية تابعة وزارة التربية، ماهيش مدرسة خاصة، وأن تنفذ فيها برامج فرنسوية كانت حاجة مش موجودة. ما صارتش. وعلاش صارت هي؟ علاش تعملت المدرسة هي؟ في عام قديش هي البداية؟ ماي 99 في ماي 99 يخرج النص المنظم، واللي طبعا كل مؤسسة كل حاجة كل إنشاء لمؤسسة يقتضي ضرورة نصا يخرج في الرائد الرسمي. دونك خرج النص عام 99 في ماي، بعد طبعا الاجتماعات وبعد التفكير وبعد التمحيص يخرج النص في ماي 99 باش يوجد هذه المدرسة. علاش توجدت المدرسة هذه؟ طبعا احنا نعرفوا اللي عنا سفارات وعنا دبلوماسيين وعنا مواطنين يعيشوا البرة، ويضطرون المواطنين يضطروا باش يروحوا، معناها الأعوان الدولة يروحوا بعد فترة معينة يقضيوها في الخارج بعد ما يقريوا أولادهم في مؤسسات في الخارج. كانوا يحطوهم في المؤسسات الفرنسوية. المؤسسات الفرنسوية في بعض الأحيان ما يلقاوش بقاء، وفي بعض الأحيان ما يقبلوهمش، يعني أن الأمور في بعض الأحيان صعيبة شوية والمعاليم عالية ياسر. واللي يلزم نقولوه هو أنه أعوان الدولة ترجع لهم 90% من معاليم الدراسة. هذا لازم تعرفوا. أي نعم، واحد يخدم في الخارجية ولا يخدم في الداخلية ولا في الدفاع ولا الشؤون الاجتماعية، وتبعثوا الدولة يخدم البرا، وقت اللي يرجع يعني يقدم الوثائق متاعه متاع الخلاص، هو يخلص المدرسة، ولكن من بعد يسترجع المصاريف بنسبة 90%. دونك فتحت المدرسة هذه على أساس أنه معالم مخفضة جدا، ومدرسة التونسي اللي يروح ما عادش يلقى صعوبة، يعني عنده مدرسة اللي هو تعملت في أريانا في البداية بجنب المعهد النموذجي اللي توا ولا إعدادية. دونك هذا الأساس اللي تعملت عليه مدرسة تونس الدولية. ومن بعد عدا المواطنين هذوما فما مثلا البنك الإفريقي كان موجود، دونك أولادهم كانوا بكثرة مقيدين في مدرسة تونس الدولية، عدد منهم بنفس المعلومة اللي قيدوا به التوانسة. لا الحقيقة لا فما فوارق، لكنه مش معاليم مجحفة
ماهيش معاليم كما المعاليم اللي موجوده في مؤسسات اخرى. يعني هي مثلا المعاليم نتاعهم تقريبا كانت مضروبه في 2 بالنسبه للتونسي، ولكنها مش معاليم مجحفه. معني مش أي مواطن يمشي يقيد صغيره في المدرسة. لا إطلاقا النص لا يمنح ذلك، يمنح بعض الاستثناءات. وزير التربية هو الوحيد اللي نجم يرخص فيها، معناه يرخص في حالات محدودة باش بعض الناس يتمتعوا بهذا الامتياز. اليوم ولا برشا يتمتعوا به الامتياز هذا. والله شو نقول لك خارج النص القانوني يعني، ولا هذا يعطيهم الوزير؟ ما نعرفش، ينجم يكون النص وقعت مراجعته، ولكن اللي نعرفه ليه معناها باقي فما، وبإمكان وزير التربية أن يرخص في أي تسجيل آخر. في المدرسة الدولية خلينا نبدأ. ثم معاليم مختلفة، مثلا نحية الأجانب التوانسة ثم معاليم مختلفة، مش كما قايد هيك نحكي عن المعاليم. لا المعاليم المختلفة هي بين الابتدائي الإعدادي والثانوي، معناها بقدر ما تطلع في المستوى بقدر ما تتغير. يعني أنا تونسي معمول به سواء كنت عايش البرة جبت صغيري باش نقريه تابع اللي حكيت عليهم، وإلا رخص لي السيد الوزير باش أنا نقري صغيري لسبب ما، فنفس المعلوم نفس المعلوم. لا ما فماش اختلافات إطلاقا. خلينا نفهموا أكثر المنظومة الفرنسية، ثم برشا عباد ما تعرفهاش. كيفنا عندهم ابتدائي فإعدادي فثانوي ولا لا؟ هو كل منظومة في العالم عندها خصوصياتها، واضح. والمنظومة الفرنسية عندها خصوصية. الخصوصية هذه هي أنه ما يمكن أن نصطلح عليه باسمه اللي هو الابتدائي في 5 سنوات. يبدأ من قسم نسميه سي بي وبعد سي او 1 سنة ثانية، سي او 1 سي او 2 سنة ثالثة، سي ام 1 الرابعة، وسي ام 2 الخامسة. ولكن هو السيكل كامل، معناه هو الابتدائي يوفى في السي ام 2 في اللي هي موافقة entre parenthèses الخامسة متاعنا احنا. هي موافقة للخامسة ولكنها ما توافقش الخامسة. هي وكأنه هو الابتدائي قد أنجز، قد وقع إنجازه، ما عادش تقابل عنا أنجز الابتدائي. وقت اللي يدخل للإعدادي يبدأ من الكلاس دو 6e 5e 4e 3e. في التروازيام فما لو بروفي اختياري زاد كيف كيما احنا عندنا 9 اختياري. لكنه الفرق هو انه احنا مثلا التلميذ اللي ما نجحش في مثلا في السنه الدراسيه، في وسط السنه الدراسيه اعداده ضعيفه، وعدا البروفي عدا النوفيام نجح فيها، دونك ينجح. في النظام الفرنسي لا، معناها لو بروفي تاخذ ولا ما تاخذوش كيف، فما لو كونساي دو كلاس هو اللي قرر انك تعدى للثانوي ولا. من علاش يتعدى؟ جينيرالمون يعديو التلامذة الباهيين باش نكونوا واضحين. ما عندهمش نموذجي، ولكنه يعني تنجم تقول انه يغلق ما يسمى بالسوكل دو كونيسانس دو كومبيتونس، يعني انه ثم قاعده او اساس من المعارف ومن الكفايات التي يتملكها التلميذ، معناه واللي يعرف يقرا يكتب يحلل يقدم نفسه، يعرف يتكلم، يعرف حاجات معينه، دونك يعرف يفكر، يعرف يحل مشكل رياضي. دونك هذا الكل يتمظهر في هاك الامتحان. دونك يعدي الامتحان هذاك وكأنه إثبات كونه تمكن من هاك الكفايات هذيك الكل. وعادة بكل صدق معناها المؤسسات ما تشجعش اللي عنده نتائج محدودة باش يعدي، لأنه تطيح نسبة النجاح كما نحن في سيزيام توا وكل. وعادة 100% معناها النجاح 100%، ويعطي سعادة، يعطي شيء من الفخر للتلميذ وللعائلة للزوز. امتحانات كتابية مش ما فيهش شفاهي؟ لا، بالنسبة مثلا للي متمدرسين في المؤسسات الفرنسية هو عدد محدود من الامتحانات، معناها 3 مواد على أقصى تقدير. وبالنسبة نعرف مثلا قبل اللي يعدي كأنه كانديدا ليبر عنده أكثر مواد يعديها، توا بالهومولوغاسيون
كيف يعديو كيف شنو هي الهومولوغاسيون؟ الهومولوغاسيون شنو؟ تذكر احنا قلنا انه مدرسة تونس الدولية وقع احداثها على اساس نص اسمه اتفاقية بين دولة ودولة. ولكن مع ذلك التلميذ في المدرسة هذه في السنوات العديدة، على الأقل تقريب أكثر من 20 سنة، التلميذ كي يمشي يعدي الامتحانات في المراكز الفرنسية، يعدي في المؤسسات الفرنسية، يعتبر تلميذ مترشح بصفة فردية متمدرس، خاطر هو منتمي للمدرسة ولكنه ما ينتميش للمدارس الفرنسوية. شنو هي الهومولوغاسيون؟ يعني on devient des homologues، نوليو كيف يعني فما تمشيات تحط على جنب الاتفاقية وندخلوا في مسار آخر. المسار الآخر هذايا ما هيش الدولة التونسية متحكمة فيه، الجهة الفرنسوية هي اللي تعطيك الهومولوغاسيون، تقول لك راك أنت تتمتع بجميع الخاصيات أو على الأقل بأغلب الخاصيات اللي تسمح لي أنا كتفقد فرنسي وكميسيون دانسبكسيون باش نقول أنه أنت النجم نظرك تنظير مع المؤسسات الفرنسوية، ولذا النجم نعطيك نفس الامتيازات ونفس الحقوق للتلامذة اللي موجودين في المؤسسات الأخرى. مثلا نقص لك عدد المواد في البروفي كما قلنا، أني وقت اللي أنت تعدي ما تعتبرش كانديدا ليبر سكولاريزي. هذه كانت ياسر مقلقة التلامذة والأولياء في مدرسة تونس الدولية، كانت مقلقتهم برشا. علي يعني يقول لك علاش أنا من نظام فرنسي، أي علاش أنا ولدي اسمه كانديدا ليبر سكولاريزي، خاطر هو ولد مدرسة تونسية، راه ولد مدرسة تتبع الجمهورية التونسية. في الباك نهار آخر هما يتوجهوا مع تلامذتنا، هما في البكالوريا يتوجهوا في منظومتين. أي نعم. يعملوا باركورسوب توا مثلا تسكر كملوا باركورسوب حتى مش جديد، معناه منذ إنشاء المؤسسة هذه. باركورسوب يعني يشاركوا في التوجيه في المنظومة الفرنسية وينجموا يتحصلوا على تعيينات في المؤسسات الجامعية الفرنسية إذا كان عندهم الإمكانية والرغبة. وكثيرا يمشي وهو يظهر لي إلى حد بعيد هذا هو السبب متاع الأولياء نخلطوا. بالنسبة للنظام التونسي طبعا، ومش كان أولاد مدرسة تونس الدولية أو المؤسسات متاعنا التونسية اللي هي مؤسسات معناها خاصة، ولكن أيضا حتى مؤسسة هي هومولوجي ولا مش هومولوجي، مش كلهم هومولوجي، سي با فري، مش كلهم تنجيهم هذو مدارس هذي تنجيو. يعني أنه حتى التلميذ اللي يقرأ فيما يسمى PMF بيير مندس فرانس اللي هو ليسي ولا الليسي نتاع المرسى، لا هما معروفين معناها غوستاف فلوبير اللي هو في المرسى في الضاحية الشمالية. هذوك الزوز المعاهد الكبرى اللي موجودين واللي تابعين لاجونس فرانسيز فرانسيس، ولكن التلامذة اللي فيهم 90% ولا أكثر توانسة. دونك المنظومة متاع التوجيه تفرد لهم عدد من البقاع في جميع الاختصاصات بما في ذلك الطب والهندسة وكل المجالات. مادامك أنت تعيش في البلاد هذيك حتى ماكش تونسي، وين المشكل معناه؟ أما احنا بكري منعش حكينا ولا لا أنه في البكالوريا تلامذتنا يكونوا قراء 6 سنين ابتدائي، 3 سنين اعدادي و4 سنين ثانوي. هما ناقصين عام لو سيستيم فرنسي خلينا نقولوا. تنجم انت تعتبر ناقصين عام وانا نقول لك اللي ما همش ناقصين حتى شيء. هاو علاش؟ لانه هو التلميذ الفرنساوي ولا حتى مش فرنساوي عايش هنا بالضروره ما يدخل للنظام الا اذا كانوا في النظام الفرنساوي على ما يسمى بالماترنيل. الماترنيل يعدي فيها 3 سنين وهو اعداد للمدرسه، تمدرس. يعني وقت اللي يمشي اعداد للتمدرس وللدخول الى المدرسه.
وقت اللي يمشي الصغير من الماترنال للسي بي يكون مهيأ تهيئة كاملة من حيث الجسم جسمانيا، لانه جسمه يجيه لا موتريسيتي، ومن حيث القدره على استيعاب المعلومات وتعلم القراءه، يعني يوقع اعداده. معناه ما يكونش مشكل انه فما عام ناقص في الاخر. هذاك النظام معناه هو نظام بهذا الشكل. أنا مانيش باش نجيو للتلميذ ونقول له أنت خذيت بكالوريا ولكنك في الابتدائي عملت 5 سنين ولذا ما نعطيوكش معناها الحق في خليني نسألك أسئلة يمكن تقول أنت أسئلة، ما أسئلة تطرح وحاجات تتقال. يقال أنه في المواد العلمية السيستم الفرنسي أسهل من السيستم التونسي. نعرفها مليح المسألة هذه. بربي نحب نرجع برك على نقطة صغيرة متصلة بعدد السنوات هذه باش نكونوا واضحين. معناها شكون هم التلامذة اللي عندهم الحق باش يتوجهوا في التعليم العالي وجايين من المنظومة الفرنسوية؟ فقط المسجلين بمؤسسات معترف بها في مؤسسات أومولوجي عندهم اتفاقية ولا مؤسسات فرنسوية، ذلك الكل عندهم تلميذ. وهو الشيء اللي اليوم نراو فيه ياسر عدد بالآلاف يقروا وهم متمدرسون بالمعاهد التونسية. في المعهد تجي اون دوزيام اني سنة ثانية ثانوي، والعائلة والتلميذ يقرروا أنه مش يعدي لو باك فرنسي كانديدا ليبر، يقرأ وحده. هذا يعمل المجهود ويقرأ وعائلته تدفع أموال طائلة في الدروس كلها، من الفرنسوية للفلسفة للتاريخ والجغرافيا الرياضيات، كل الدروس، وياخذ البكالوريا. ولكن ما عندوش الحق في التعليم العالي، ما عندوش الحق في التعليم العالي التونسي. هما ياخذوها اون جينيرال هذيك باش يخرجوا بها لفرنسا ولا البلايص اخرين؟ مش الناس كل تخرج، فما تلامذة ياخذوا الباك فرنسي ويقعدوا شو اللي يعمل يقول لك ناخذ الباك فرنسي ونكمل ناخذ الباك تونسيان. ربما نعرفش، ربما ما نجمش انا غادي ولا ما نكملش ولا عائلتي ما عنديش فلوس، هاني نعمل البكالوريا التونسي. ولكن نعمل البكالوريا الفرنسويه في حال انه مثلا ما خديتش الباك التونسي، توا نولي نشوفوا كيفاش نمشيو لبرا. ولكن معناها الحقيقه حاجه مؤسفه. تو انت عطيت للناس كل مادامو ياخذ الباك ياخذ عنده بكالوريا وبكالوريا معترف بها، علاش تمنعوا انه يقرأ في التعليم العالي وهو عمل مجهود مضاعف؟ يعني انت ترى في رايك انت انه حتى اللي يعدي كانديدا ليبر يلزم يكون عنده الاحقيه نتاع التوجيه من حقه. لكن هنا نتصور تو يتم افراغ المنظومه التونسيه. خاطر وقت الناس الكل باش تتوجه تمشي تقول لك انا كيما قلت انت من 5 اني معناها من سامحوني من دوزيام اني سكوندير يمشي يقدم ملفه كانديدا ليبر، يقرا لي ماتيير الكل كما قلت انت في عام وعامين ويدفعوا برشا فلوس باش يقراوهم وكل، ومن بعد ينجح ويمشي يتوجه. واللي يقرا في المنظومه التونسيه وما عندوش الفلوس يلزم يكمل الباك. شوف هو باب كبير تحل للخاص والبكالوريا الفرنسيه والبكالوريا الكنديه. فمش كان البكالوريا الفرنسويه، عندنا مؤسسات كنديه وعندنا مؤسسات لان حكينا على ذوما اللي يتقدموا كانديدا ليبر. معناها هذم كانديدا ليبر وقتها حكي مساله العام الناقص يتحسب مش على الابتدائي. وقتها يتحسب بالعام الناقص ويقول لك ما عندكش الحق باش تسجل في التعليم العالي. ما ثماش توضيح ماذا بينا معناه التعليم العالي واضح مليح علاش ما يعطيهمش الامكانيه انهم يسجلوا في التعليم العالي. سؤال يطرح ومع ذلك يمشوا يسجلوا في المؤسسات الخاصه، يسجلوا في المؤسسات الخاصه ويقراوا على رواحهم. البريفي هنا لي فاك بريفي في تونس يقبلوهم لانه عنده بكالوريا معترف بها جاي من فرنسا. البكالوريا كيما التلميذ اللي يقرا في الليسي كيف عنده نفس الشهاده. انت جبت على المدارس والمعاهد الفرنسيه اللي قلنا مش الكلها معترف بها. اي نعم. وثم رقم هو 32 فقط راهو المعترف بهم في كامل تراب الجمهوريه. معناه كان 32 رقم، خرج مؤخرا مع رقم 19000 تلميذ. فالاخرين شنو المستقبل اللي ينتظر في الصغيرات؟ ولاش باش نقول لك يلزم طرح السؤال هذا على الناس اللي حالة مؤسسات
وتسجل في التلامذة والعائلات اللي ما تمشيش تسأل. خاطر المفروض أنا مش نسجل ولدي ولا بنتي نسأل المؤسسة هذه شنو وضعها القانوني، مش نسجل وكهو. في النهاية هو حتى وكان يقرأ معناها فما مشكلة، ينجم يكون فما نقص كبير في التكوين، ولا ينجم في الاخر ينجم يجتاز الامتحان en tant que candidat libre. ولكن هل هذا معقول؟ هل هذا مقبول أخلاقيا؟ أنا نرى أخلاقيا مش مقبول، مش مقبول بالكل أنه أنت تفتح مدرسة وتجيب الناس تقرأ وأنت ما عندكش ترخيص. والأسعار هي ما هيش أسعار. أكيد أكيد أكيد. هو حتى 32 أنا في رأيي برشا. وقتها كثروا، أنا في بالي في السنوات الأخيرة وين كثروا المدارس الفرنسية. أي فما تقريبا 10 سنوات الأخيرة هذه فما عدد لا بأس به من المؤسسات اللي تحلت. كل واحد يراه في روحه أنه قادر باش يفتح مدرسة ولما لا، معناها وكأنه المسألة معناها هي مسألة لعبة ولا سهلة ولا مسألة فلوس كهو. مشكلة معناها بالحق. كيف يتم فتح المدرسة؟ اللي نعرف مثلا بالنسبة للمؤسسات الخاصة نعرف التمشيات، أنه التمشيات تتم في علاقة بوزارة التربية والمندوبية، وكل مندوبية عندها مصلحة خاصة بالتعليم الخاص خاص، من تفقد للفضاءات، من متابعة لما يحدث في المؤسسات والإشكاليات إلى غير ذلك. ومع ذلك نعرف برشا حاجات تصير. بالنسبة للمؤسسات اللي عندها نظام فرنسي من المفروض أن يكون ثم زوج جهات. أولا الجهة التونسية، لأنك أنت على أرض تونسية وفما قوانين تنظم افتتاح مؤسسة تربوية وتلقي وتقبل تلامذات وبنيات ووليدات في الفضاءات هذوما، وفلوس باش تاخذها، وبخلاف الفلوس مش هو الأهم ولكن حاجة مهمة التكوين اللي باش تقدمه والمربين اللي باش تاخذهم، ومن جهة أخرى الجانب الفرنسي اللي المناهج نتاعو تستعمل. طبعا يلزم يكون فما علاقة مع الجانب الفرنسي باش يصير فما نوع من المصداقية للمؤسسة، هل هي فعلا تنفذ في البرامج الفرنسوية ولا لا. وهنا فما عنا هنا شكون اللي يمثل الجهتين في تونس؟ الجهتين لا، ولكن كل جهة موجودة، جهة واحدة تتفقد. الانستيتيو فرنسي موجود وسفارة وكذا، وذوك عندهم مصالح، عندهم دي سيرفيس، عندهم مصالح خاصة بالمتابعة. مثلا احنا حتى في مدرسة تونس الدولية كانت عندنا علاقة مع الانستيتيو فرنسي، ولكن هي علاقة رسمية الحقيقة، رسمية يعني أنه مثلا المراسلات أو الاتصالات تتم طبعا بالطرق والقنوات الإدارية والدبلوماسية، مش هيك دق الباب وامشي. يعني ساعات يبدأ عندك علاقات مباشرة في الامتحانات والحاجة ما تستحقش باش تمشي للسفارة ولا لا. امتحانات هذيك ظاهر معناها تنظيم الامتحانات ننظموه مع البيرو دي زيكزامان مثلا. لكن مثلا أن نطلب تفقد لازم نكتبوا لوزارتنا ساعة قبل ونبروا لها علاش نحبوا تفقد، وهل التفقد هذا بالعداد وبالتقييمات ولا هو تفقد من باب الاستئناس. خاطر زاد الموظف اللي عندك هو موظف تونسي ويتبع وزارة التربية التونسية طبعا. ولكن باش نكونوا طبعا في نفس مستوى المدرسين اللي درسوا في المؤسسات الفرنسوية، وباش تلامذتنا يكونوا يتمتعوا بنفس مستوى الكفاءة اللي موجودة في مؤسسات أخرى. وفي كثير من الأحيان أساتذتنا راهم أكفأ في بالحق، يعني عندنا كفاءات لا بأس بها. وما يلقاو صعوبة في اللغات؟ مش الناس كل، يعني فما ناس طبعا تلقى صعوبة أكيد فما مدرسين يدخلوا ويخرجوا بقى عندهم نفس الصعوبات، وفما مدرسين ما شاء الله عليهم معناها يجيوا بافيك ان باك جراوند ان باجاج لا باس به، وعندهم الاستعداد وعندهم الرغبه في انهم يتعلموا، وفما دي سيكل دو فورماسيون. يعني هذا هو اللي ينقص الخاص. المؤسسات اللي مع فما مؤسسات نعرفها مؤسسات خاصة مش نذكرها طبعا، مؤسسات خاصة نعرفها اللي تتمتع بنفس النوع من العلاقات، يعني التكوين والمتابعة كل موجودة
موجود مؤسسات قديمة ومعروفة ولكن فما مؤسسات لأنه مثلا تجي فما اتولي دو فورماسيون ولا حلقة تكوينية. الحلقة التكوينية هذه فيها عدد معين من البقاع، يعني باش يعطيو عدد البقاع على حسب الكبر متاع المؤسسة. عندك انت مؤسسة عندك 1000 تلميذ وعندك مثلا 10 أساتذة متاع رياضيات، مش يعطيوك بقعتين. انت عندك 500 تلميذ وعندك كذا، يعطيوك بقيعة، يعني مش الأساتذة كل يتكونوا. انت مازلت كحاليت وعندك 100 تلميذ واستاذ وما عندكش علاقات رسميه. نتحدث على علاقات رسميه موثقه، فما اعتراف كذا، ينجم ما يخلطش لكش الطريق للتكوين. فانت تقول ثم بعض المدارس ديما نقولوا بعض المدارس اللي فيها تلميذات مظلومه طبعا مادام مدرسه ما عندهاش اطار قانوني شفاف وكافي ومعترف به باش يكون اولا المربي متكون فعلا مطلع على جميع التغييرات وعلى جميع معناها الخصوصيات للمنهجية الفرنسية والمناهج وللنظام هذايا. طبعا يعني مش يدرس بعقلية مربي تونسي يدرس بالعربية يدرس بالفرنسوية. هو هذا سؤال، يختلف التعليم بين طريقة تعليمنا وطريقة تعليم النظام التونسي، طريقة تعليم النظام مثلا الفرنسي ديما نقول فما برشا اختلافات نذكر لك بعضها. مثال نذكر لك بعضها. مثلا في ناخذ مادة الرياضيات هي مادة علمية كلها. في النظام الفرنسي مادة الرياضيات هي مادة علمية تدرس علميا، ولكن إلى حد بعيد التلميذ يتعلم مع الرياضيات يبرر الإجابات متاعه. يعني تو احنا كيف نعطيو معضلة رياضية أو معنى اختبار في الرياضيات، ما نطلبوا من التلميذ يعطي الحلول. لا يعطيك الحل ويعطيك علاش الحل هذاك. يعني c'est une vérification أنه إلى réfléchi، يعني أنك تراقب أيضا طريقتك في التفكير. فما اختلاف أيضا في كونه الشفاهي عنده موقع لا بأس به في التدريس في جميع المواد. ايش معناها الشفاهي؟ معناه مش بالضرورة اختبار أخرج شفاهي ونعطيك عدد، مش هذا. الشفاهي معناه أنك تشارك، أنك تتكلم، أنك تقدم رأيك، أنك تقدم، لأنه هو كفاية من الكفايات، ولكن إلى جانب أنه كفاية هو واحدة من هذوك لي كومبيتونس دو في، معناها أهم المهارات أنك تتعلم الدفاع على رأيك، ولا تتعلم تعمل مع المجموعة، العمل في إطار فرق ومجموعات مهم ياسر. مثلا المواد الفنية عندها أهمية. إيش معناها مثلا خليت أنا ليبوك مسرح، المسرح بالعدد bien sûr. Noter, non, mais évaluer. C'est pas une note, c'est une évaluation. C'est plutôt une évaluation. علاش؟ لأنه الاشتغال أكثر على نوع من الذكاء الجسدي. فيه طبعا برنامج منظم وشنو يتعلم التلميذ من خلال المسرح، أو شنو يتعلم التلميذ أيضا من خلال الرسم، ولا شنو يتعلم التلميذ من خلال الموسيقى، وكلها مواد كانت موجودة معنا. طريقة التقييم أو الامتحان هل تختلف كثيرا. احنا عنا يختلفوا، مثلا لحساب كوفيشن 4 الواحد. نعم، ما ثماش ضوارب إلا لما نوصلوا للسيكل تيرمينال. وقت اللي نوصلوا للسيكل تيرمينال اللي هو بروميير وتيرمينال، يعني سنة أولى وبكالوريا، هذاك يولي فما حاجة أخرى. ولكن كل ما يسمى بالإعدادي لو كوليج وحتى السكوند ما فيهمش، والابتدائي ما فماش ضوارب. اللي فما هو أنه ما فماش ضوارب، ولكن رأي الأستاذ
فما أعداد بالطبيعة. ورأي الأستاذ مهم ياسر في كونه التلميذ تمكن. طبعا رأي الأستاذ مبرر، ما هوش رأي من فراغ، ولكنه رأي مبرر. علاش مثلا التلميذ هذايا حتى وكان عنده نفس المعدل مع تلميذ آخر، هذا يتعدى وهذا ما يتعداش. مثلا تلميذ عنده 9.98 والآخر 9.98، واحد يتعدى واحد ما يتعداش. واحد يتعدى لأنه فرنسوية مثلا، رياضيات كذا عنده عدد، والآخر باهي مثالش عنده في المواد الأخرى وما عندوش فاتوره، لكنه الفرنسوية والرياضيات تبقى فكرة المواد الأساسية، لكن ما فماش ضرب. لكن زاد ينجم أستاذ آخر يدافع عليه يقول راهو باهي. بون لو فرونسي سي اسينسيال باسكو سي اون لانغ دونسينيومون، هي اللغة اللي نقريو بها واللغة اللي نفهموا بها. ما تنجمش معناها تلميذ عنده 6 في الفرنسوية تعديه للمستوى اللي من بعد، صعيب ياسر معناها. من اللي تدخل من باب المدرسة التعامل بالفرنسية يكون المفروض، هذا المفروض، لكن واقعيا لا، المفروض يكون هكاك. المفروض مثلا لكن مثلا انا نحكي لك على تجربه اللي تجربتك انه الى حد بعيد مثلا في مدرسه تونس الدوليه القيمين الاداره ما نحكيش على معناها الكتابه، عندها امور مراسلات اداريه، لا كل من له علاقه بالتلميذ يتكلم الفرنساوي، يعامل التلميذ ويتكلم معاه باللغه الفرنساويه، لانك انت كاينك انت مجتمع فرنسي صغير في تونس، انت في نظام فرنسي. لو كان هو يحب على مش يحب معناه، لو كان هو مضطر باش يدرس في المدرسه التونسيه ولا اختار المدرسه التونسيه يمشي يتعامل مع المدرسه التونسيه، ولكن هذه المدرسه مجعوله خصيصا لكون التلميذ في اطار عايش، في اطار كأنه في مؤسسه كأني في بلاد اخرى. على ارض الواقع فما صعوبات. المشكل في التلميذ او في الاطار الموجود غادي. نحب ولا نكره في الاخر توانسه كي يبدا تونسي التلميذ مش يتكلم معناها تونسي، والا الاطار تفلت منه الكلمه مش حتى الكلام برك، حتى المعاملات العاديه التقليديه اللي مستانس بها معناها. هل تختلف حتى التعاملات؟ يلزم تختلف. كيفاه؟ هو ثم معاملات المفروض تكون في كل المؤسسات متماثله. كما ما نحطش يدي على تلميذ انا، ما نمسوش، ماهوش ولدي وماهيش بنتي، تلميذ هذاك ولد الناس، انا كي نتعامل معاه ماهوش جسدي، الملامسه والمسان والضربان واللي انا والله كما ولدي، لا ماهوش ولدك، هو تلميذ. دونك المسافه الجسديه الكلام ذا كانوا عنا يقول لك نم توشي با، يقولها تلميذ صغير هك يقول لك نم توشي با. دونك تعلم انه في مؤسسات اللي جايين منهم تعلم انه لا بروكسيميتي احنا عنا كولدي عايش ولدي حتى عايش لا ماشي هكاك. المفروض لا معناها في اي مؤسسه ما نمسش ولد الناس، لا نمسه ولا يمسني، مش معناها ما عندناش علاقه ود، لا عنا مودة وعنا محبة، ولكن ما توصلش لا نحط يدي عليه ولا نمسه ولا نعنقه ولا حد شيء، لأنها تنجم يكون حتى أنت نيتك كما نقولوا طيبة، نيتك صافية ولا نيتك طيبة، الله أعلم، تنجمش تعرف تأويلاتها هذيك، هذه قوس أي ولكن فما معاملات تختلف، فما معاملات يلزم تكون مختلفة، هي تختلف ولكن يلزم زادة تتعمم. السؤال في السنوات هذه توا، هل التعليم بالفرنسي، خلينا ما نقولوش التعليم الفرنسي في تونس، التعليم باللغة الفرنسية في تونس مازال ينجم يلقى آفاق وينجح؟ شوف احنا عنا علاقة نجم نقولوا بين ظفرين تاريخية مع اللغة الفرنسوية، مش معناه انه ندافعوا عليها. في نهاية الامر هي لغة نستعملوا فيها من اجل الدراسة، ونستعملوا فيها ربما في علاقات أو في الإدارات أو في بعض المؤسسات،
ولكن مش معناه انه القدر متاعنا هو انه نبقاو محصورين في اللغه الفرنسويه، نظرا لكونه نعرفوا بشكل دقيق انه اللغه الانجليزيه هي القاطره نتاع المعرفه، نتاع التكنولوجيا، نتاع العلوم. ونعرفوا زاده اللي مثلا في السنوات الاخيره فما حتى في التعليم العالي محاولات توجهات باش تتحل بعض المؤسسات باللغه الانجليزيه، أي باللغة الإنجليزية في إعداد الدراسات الهندسية أو الدراسات الطبية كذلك باللغة الإنجليزية، أو حتى دراسات اقتصادية وغيرها. يعني فما عدد من المؤسسات العمومية اللي درس عمومية كما التونيزيين تونيزيان بزنس سكول، هذيك من أولى التجارب اللي درس بالإنجليزية وسكورها عالي برشا. ونظام باشلور معناه نظام مش نظام فرنسي، معناه نظام أنجلوفوني. اش معناه هذا؟ معناه أنه نجموا نحطوا زاده مسار باللغة الإنجليزية، ماهوش مستحيل. والدليل على أنه مطلوب هو أنه بعض المؤسسات الجامعية الخاصة كذلك تدرس بالإنجليزية. الMSB قريوا عندهم دي فيليير في الدغوا ولا في الايكونومي ولا حاجه بالانجليزيه. يعني انه علاش نبقاو محصورين في اللغه الفرنسويه؟ هل هو سهل؟ ما هوش سهل ولكنه ممكن. ما هوش سهل، خاطر احنا حكينا عندنا تاريخ. لا مش حتى تاريخ، مانيش نرجع لان احنا حكينا انه المدرسه الدوليه مثلا قلت لي كانت فما نية أنها تكون فيها سيستم الإنجليزي، ولكن وقتها استحالت. وتجربة النموذج متاع أريان استحالت. علاش مش سهل جوستومون؟ معناها مثلا نرجعوا للتجربة متاع الليسي بيلوت أريانا اللي في سنواته الأولى تحل كتجربة تدريس باللغة الإنجليزية. تحلوا زوز ليسي بورقيبة وأريانا باراليلمون، هما زوز لوليين، واحد يدرس بالفرنساوية والآخر يدرس بالإنجليزية. ولكن المشكلة بعد ما الأساتذة قضوا سنة كاملة في الدراسة في إنجلترا، معناها وزارة التربية بعثتهم يقرأوا في إنجلترا في مختلف المواد طبعا التي يعني كانت تدرس بالفرنسية باش تولي تدرس بالإنجليزية. كل المواد تقريبا بخلاف العربية والفلسفة. طبعا تاريخ وجغرافيا أيام المواد العلمية ولا المواد العلمية الكل مشاو قراوا في إنجلترا، وتكونت لهم خبرة في لا فقط اللغة طبعا، خاطر وقع اختيار أفضل الأساتذة اللي عندهم ديجا مبادئ باهية في الإنجليزية باش طوروا الإنجليزية وكذلك التدريس المواد هذيك. وعملوا هما بيدهم في الاستاج، ان بعض الناس اللي نعرفهم يتحدثوا على الاستاج اللي هما بيدهم قراوا في المؤسسات باش يتمكنوا من إتقان التدريس باللغة الإنجليزية. ولكن المفاجأة ولا المشكلة جات مع البكالوريا ومع الحصول على شهادة البكالوريا. احنا عاديو شهادة البكالوريا هذه وين مش يمشي يقرأ؟ ما عناش في التوجيه الجامعي وفي الجامعة التونسية في الوقت ذاك وزيد ما عناش اتفاقيات. يلزم اتفاقيات تكون كيما عنا معناها اتفاقيات ولا عنا امكانيات معناها نتاع دراسه فرنسا قريبه ومقابلتنا باش يمشي يقرا في انجلترا سي اكسيسيفمون شير، بلاد غالي ياسر والدراسه كلها بالفلوس، وامريكا كيف معناها وين باش يمشي يقرا التلميذ. ولذا نحاول رجعوا لكيما بورقيبه معناها تدريس بالفرنسويه، وكل الخبرات هذيك الكل ضاعت. الجيل الاولاني هذاك بعثوه يقرا في تركيا، اللي حبوا مشاو لتركيا قراو في تركيا، لانه في تركيا فما مؤسسات طبعا درس بالانجليزيه. ما ينجمش يبعث التلميذ نتاعو لامريكا برشا فلوس، والامريكان ما عملناش معاهم اتفاقيات باش يعاونونا، يعني باش نقريوهم ولا نعطيهم دي بورس ولا با دي تو. نفس الشيء بالنسبه لليكول انترناسيونال. يعني في البدايه كان نفتحوا الفرع الفرنسي ومن بعد نفتحوا الفرع الانجليزي. احنا ديجا عندنا بعض الصعوبات باش نلقاو اساتذه في مواد معينه باش ينجم يقري بالفرنساوي، مثلا التاريخ والجغرافيا.
من أصعب المواد اللي تنجم تلقى فيها أستاذ يدرس بالفرنسوية. خاطر مش باش يدرس بالفرنسوية فقط، معناه لازم يتمكن من اللغة، ولكنه أيضا مش يدرس نوز أنسيتر لي غولوا، باش يدرس تاريخ فرنسا وتاريخ التاريخ اللي موجود في الكتب بالفرنسية، معناها وبالمناهج وبالطرق التي تدرس في النظام الفرنسي، اللي ما يفصلوش بين مثلا في البتيت كلاس l'histoire la géographie l'éducation civique، ما يسمى بالتربية المدنية. كلهم يقريهم لو بروفيسور ديستوار جيوغرافي، يقريهم نفس الأستاذ، دونك يقري محتوى هو ربما ما عندوش علاقة بعضه مباشر، أي بالإضافة إلى تملك اللغة والقدرة عليها. دونك كنا نلقاو برشا صعوبات. أنا وقت اللي مشيت نلقى العام هذاك مثلا فما أستاذة متاع تاريخ وجغرافيا ماخذة لونغ دوري. لونغ دوري مش تعمل لها معناها جيبها بالسيف تقري ما تنجمش. ريكروتمون حتى واحد ما حب يجي، ما نقريش انا، ما نجمش نقري بالفرنساويه وما نحبش نقري بالفرنساويه، ما نجمش وما نحبش، التعريب مره من هنا معناها. و تاخو نواب مش متكون ومش بالضروره يميتريز لو فرونسي. دونك فما ما فماش في الاتفاقيه اني في فرنسا تبعث ولا هو الاتفاقيه كانت تنص على امكانيه الاستعانه بمدرسين فرنسويين. تجيب انت استاذ من فرنسا باش تخلصوا كيما الاستاذ التونسي؟ شنو ربحنا احنا من الاتفاقيه؟ اذا كان هي ما تبعثليش وتعاوني معني حتى هي تسمح لك باش تدرس بالمناهج نتاعها، تعاونك بالدعم التكوين. فما كانوا دي ستاج حتى في فرنسا تمشي لي بروف يمشيوا ولا المعلمين ولا الاطار نتاع التدريس، اطار تدريس معناها فما دي سيجور ماهوش دو فورماسيون، معناها دو فورماسيون دو سمان، يختاروا لك موضوع معين وتمشي. كانت يما تمشي في مؤسسات في مراكز كذا، فما تكوين يتم تكوين هنا ويتم تكوين غادي prise en charge par la partie française. دونك هذاك الكل كان. وفما زاد مهمة متاع مساعدة على تأطير، كما مثلا أنه تجي اون ميسيون، هما جايين المؤسسات الفرنسوية يجيبوا لك زاد المتفقدين متاعهم يحضروا في بعض المواد. مثلا صار à l'époque فما تفقد في المات فيزيك فرنسي هيستوار جيوغرافي، صار مش نوتي بالطبيعة، أما pour voir où en sont les choses، وين ماشية الأمور، أنه فما تمكن فما الأساتذة قادرة أنها توصل المعلومة بالطريقة اللي هما يراوها. لكن مع ذلك فما كما قلنا صعوبات كبيرة برشا في أنك بالفعل تنتقي وتلقى أساتذة ينجموا يدرسوا باللغة الفرنسية بسبب التعريب. يدرس ومرتاح في النظام اللي هو يقري فيه، تجيب تقول له ما تقري بالفرنسوية مش بالضرورة يرغب. جاء فما شكون قرأ ماتيماتيك يوناني وبعد مشي على روحه قال لي لا أنا ما هو ما ساعدتنيش ما تساعدنيش ما نحبوش النظام هذا. نتصور المشكله سورتو في السنوات الابتدائي والاعدادي، خاطر في الثانوي احنا بيتنا برشا مواد تولي بالفرنسيه، هنا عندنا مشكله زاد احنا. اما هذيك ليتاب الكبيره راه ليتاب الكبير، ليتاب نتاع الخمسة سنوات الاولى نتاع الثانوي، وعندك 4 سنوات في الاعدادي. معناه التكوين مش تكوين صميم في صميم التكوين، خاطر من بعد حتى التلميذ كي يوصل السيكل تيرمينال والاستاذ يعكز شويه في اللغه مش مشكل، معناه في الاخر اعطيني انا المحتوى. نحكي على الرياضيات مثلا، اي مثلا علمي مش تاريخ وجغرافيا الحقيقه ولا فلسفه، لا فهم يقراوا المناهج الفرنسيه كلها. يعني احنا ما يقراش تربيه اسلاميه مثلا. كانت بحكم انه سي اون كونفونسيون. اش معناها المدرسه نتاع تونس. دونك كان فما درس تدريس التربيه الاسلاميه، كان موجود وتدرس التربيه الاسلاميه
تستعمل الزوز، يعني تستعمل شويه العربيه ولكنها تدرس بالفرنسيه، والحقيقه كانت قائمه بوجبها. فهنا يضر هذا يكون إجابة على بعض العباد اللي يقول لك لا التعليم الفرنسي يحبوا يمسوا الهوية التونسية، يحبوا فما اختيارات تنجم تفرضها انت، معناها اذا كان انت المدرسه متاعك تفرض بعض الاختيارات متاعك. واللغه العربيه طبعا قاره، هي حتى المؤسسات الفرنسيه تدرس العربيه، معناها ما فماش اشكال. حتى في المدرسة الدولية ثم مادة العربية طبعا منذ من الكلاس دو سي بي حتىش للترمينال عندك العربيه. طبعا بعد في مستوى معين تولي لك اختيار، تولي تختار تعملها ولا ما تعملهاش، ولكن الزاميه اللغه العربيه حتى على الاجانب، ماهيش اختيار، مش تختار انت تقرا العربيه. وتاريخ تونس تقرا ولا لا لانه انت في نظام ليس بتونسي. فما باغ كونتر نوع اخر من البكالوريا اللي هو مش موجود في مدرسه تونس الدوليه، اللي فيه العربيه معناها مدعمه، والتاريخ والجغرافيا فيه جزء بالعربيه، وفما دروس اكثر باللغه العربيه. جوستاف فلوبير باغ اكزومبل موجود. يختاروا اللغة. هنا قلت لي لا عندكم تلقاو صعوبات في اختيار المدرسين، هذا بالنسبة للمدرسة الدولية، فما بالك بالمدارس الخاصة؟ أكثر وأكثر، لأنه أولا ساعة عدد الأساتذة اللي متكونين بالحق محدود، اللي متكونين فعلا واللي عندهم ربما الحق باش يعملوا سويعات إضافية إلى جانب تدريسهم في المؤسسات اللي هما موجودين فيها بشكل مستمر. ما هوش متوفر. والتكوين نعرفوه في المدارس الخاصة في بعض الأحيان معناها فيه عليه. فما مؤسسات تتكون وفما مؤسسات ما تحطش معناها الباكو باش تكون. ما ننفستيس با. Ce n'est pas forcément financier، يعني l'investissement، يعني الرغبة في كونه أنا نعطي للمربي متاعي أكثر ما يمكن. وربما ما تلقاش مكون على درجة عالية من المعرفة بذلك النظام أنه يتحول إلى مكون ينجم. كان ربما يدرس مش معناه بالضرورة أنه مكون راهو. مش أنا كنت قاري في الرياضيات في مؤسسة ذات برامج فرنسوية أنا نجم نولي مكون، خاطر المكون فما خصال، فما خاصيات معينة للمكون باش ينجم يعدي الخبرة ويعدي، مش لأنه المسألة مش مسألة معلومة. المسألة هي مسألة خبرة في كيفية أن أحول الشخص ذاك إلى شخص مهني، يعني في المجال اللي هو فيه يشتغل فيه بالطبيعة. لو كان نسألك سؤال يمكن يتسأل برشا ونعرف أنت ما تحبوش، أمس المنظومة الفرنسية أو المنظومة التونسية يوصل في عمر معين، ثم حتى في الثالثة أو ابتدائي والثانية، يعني نعرف حالات يهزوا للمدرسة تعليم ذات نظام فرنسي، يقول لك أرتح الولدي وخير الولدي. الأرتح والخير فسر هنا. المنظومة التونسية مع الأسف صحيح ولا فيها برشا مشاكل. عنا 15 16 20 سنة وإحنا ولاد المنظومة نقولوا راهو نقص الخطر، راهو فات الوقت، راهو الغادي شوية من فات الوقت، لأن قاعدين نعملوا في حوايج ما تجيش. راهي أجيال قاعدة تدفع في الضريبة. شنو هو المزعج؟ كما قلت أنت معناها الكم الهائل من المعلومات ونظام الامتحانات، منظومة التقييم اللي هي مشكلة كبيرة ياسر. هالمنظومة التقييمية اللي كل مرة نتحدث على إصلاحها، وفي الحقيقة كل مرة نصلح ونزيدوا على الطين بلة. اللي خفف الموضوع هو أنه في المنظومة الفرنسوية غالبا ما يكون هالدروس الزايدة وهالبوغاج دو كران كما نقولوا، وهالدروس اللي والباغاسكولير اللي نهار كل نخدموا فيها أقل ما يمكن. ولذا التلميذ يلقى روحه لو يكون فعلا مأطر كما ينبغي والمعلومة وصلت كما يلزم، ماهوش باش يعمل مجهود كبير كي يروح. يعني عنده شوية دروس ولكن مش بالصفة اللي يراو فيها
عند التوانس المنظومة التونسي الصغيرات اللي الحقيقة كاينهم يتعاقبوا ثم اش معناها منظومة التقييم؟ معناها انك تجي تقريه شوية شهر ولا شهر وجمعة ولا ما نعرفش قداش، وبعد جيت تبلوكيه شهر كامل ويعدي في الامتحانات مثلا في الابتدائي. شفوي خاصة شفاهي مش الكل. شفاهي وكتابي وشهر وهو يعدي، شهر وهو ممروج يوميا ويرعش، والعائلة وراه ومعاه. دون لو سيستيم فرنسي فما في البريمير راهو كنا نتبعوا شوي، فما اون ايفالواسيون. في الكوليج والليسي فما لو كونترول كونتينيو. لو كونترول كونتينيو، المراقبه المستمره. المراقبه المستمره وفيها برشا انواع، من الانتيغوغاسيون نتاع ربع ساعه ولا نتاع نص ساعه، للاكزيرسيس، للريشيرش، للبروجي اللي يعملوه صحابه. البروجي بون توا لي بروجي قالوا لهم يزي خاطر لي بروجي ظاهر شكون يخدم فيهم الاي والعائله لا. دونك فما تقييم مستمر متتالي، يعني ما عندكش اسبوع مغلق وقلبك يدق وتسهر العقبات الليلي اما فوت مثلا المده كامله انت ما تقراش. لا، تقرا وتتابع وتعدي. نجم حتى في اخر الدرس عندي 2 heures de par exemple de français ولا je fais 1h30 ولا 1h20 de cours، وبعد le reste de la séance نعمل فيه une évaluation pour voir est-ce que les élèves ont capté. شدوا ولا لا؟ تمكنوا ولا لا. donc فما ce qu'on appelle l'évaluation formative، معناها هو تقييم تكويني، يعني مش كل فجعه نتاع قداش باش ناخذ. اما فما نوت ولكن اذا كان انا نخدم على روحي بالكدا وفاهم زاد انا باش نشوف معناها انه التقييم هو مرآة المجهود يزاد. مرآة انا شعتيت عملت انا شعملت. كان نلقى القسم كله اعداد خايبه معناها الدرس ما تعداش، وكان نلقى القسم كله لاباس معناها سامارش. يعني شكون من الاولياء تراه يغلط انه يهز ولده المنظومه الفرنسيه، وشكون اللي تراه صحيح انه يهز ولده؟ باش نكونوا معناها الحقيقه موضوعيين انه انا ما عندي حتى علاقه بالنظام الفرنساوي، ومحيطي ما يتكلمش فرنساويه، وما عنديش مشروع لولدي ولا لبنتي باش يخرج لبرا، وصغيري ما دخل المنظومه التربويه التونسيه واموره ماشيه. ناس فيه للنظام التربوي الفرنساوي الواه. علاش ناس فيه ليكول فرانسيز؟ ساعات والدي ما عندهم حتى علاقه. علاش ماشي ليكول فرانسيز؟ بوركوا فير؟ سي كوا لو بوت؟ خاطر يقولك تحل افاق. شنو هي الافاق؟ بعد كي ياخذ هو الباكي ما قلنا ينجم يمشي انا موظف عمومي قد شنو هي الافاق معناها؟ بالحق معناها هي تولي مساله تاع نت كيما نديدو كيما صحابو، كيما مثلا شري سبيدري ولا شري صباط، ولا انا نعمل كل مجهوداتي باش نحط صغيري في مؤسسه ذات برامج فرنساويه. وريتهم هذوم. وعلاش انا صغيري ما يقراش في السيستم فرنسي؟ علاش تقري فيه في السيستم فرنسي وقت اللي انت ما عندك حتى مشروع وحتى برنامج وصغير كي ينجم ينجح بالكدا في السيستم تونيزيان، وينجم يمشي للجامعه لهنا من غير انت مش ما تخسر حتى فرنك. مش صحيح خاطر حتى في النظام التونسي تخسر برشا فلوس لي كور بارتيكولير وكذا، اما ما فماش علاش. فهمت؟ لما تكون عندك ضروره يعني انه انت فرانكوفون ولادك عندهم نقص كبير في العربيه، انك انت ربما عندك ان كوبل ميكست ولا مش تاجر، ممكن هذه نفهمها الحقيقه. اما ما عندكش علاش ما فماش علاش. حتى كان انت تقري في ليكول تونيزيان وتحبوا يمشي يقرا البرة ما حتى شيء ما يمنعك. فما مانع؟ فماش مانع. ما تسهل هي تسهل. هاني قلت لك انا tous les élèves حتى les candidats libres ils s'inscrivent sur Parcoursup et ils peuvent, c'est pas obligatoire, ils peuvent obtenir une place. Mais ça coûte énormément d'argent. يعني فهم برشا فلوس وساعات
نقولوا احنا ما يمساش باش نقولوا ان فرونسي لو جو نون فو با لا شانديل، معناها تبعثوا يعمل يقرا وهو عنده مثلا صعوبات بالفرنساوي، ولدك عنده صعوبات في الفرنساوي، علاش زدت تحط فيه في ليكول فرانسيز؟ جي فو دي بارون يعانيوا لما الصغير يبدا عنده مثلا ديسلكسي، معاناة شديدة، معاناة كبيرة. وحتى للحصول على هاك التقرير متاع الأخصائي النفسي من وزارة التربية الموجود في المندوبية، وبعد باش تهزوا للمؤسسة وتقنع الإطار التربوي أنه يلزموا معاملة خاصة. C'est un parcours du combattant بكل صدق، وحالات نعرفها وحضرت في مجالس اللي شكون يقول بالله توا جاو التقارير معناها الكلهم في افريل ولا في ماي ولاو عندهم ديسلكسي. قلت لهم ايش نقول لكم ما خلطوش وما يحاولوا. انا الحالات رافقتهم، المواعيد ما تعطات كان في اكتوبر نوفمبر، التقارير اتعاملت في جانفي فevrier، طلعت للمندوب الجهوي صحح عليها، هبطت مشيت في الكورييه وصلت لكم في اخر مارس. وقتاش انت باش ترافقوا التلميذ هذا في حين انه الانفون ديسلكسيك باش يبرع معناها باش هو مش مريض، يعني هو عنده اضطراب هذا باش معناها بين عشية وضحاها مش يتحول الى يتي دياغنوستيكي خليه. وان بلوس كل عام راه لازم يعاود التقرير، لازم يعاود الترخيص باش يا تكبر له يا تكتب له بلون اخر يا تنقص له سؤال يا تخليه يجيب تابليت. تو ديبون انت والحاله معناها وشنو الوضع اللي يعطيه هذا ترى في المنظومه التونسيه صعيب. في ليزيكول فرانسيز سي بلو سامبل سي بلو فاسيل. كيفاش le tiers-temps est octroyé, donc il y a des dispositifs, mais il faut mettre le paquet راهو زاد. des dispositifs d'aide نتاع مساعده مش بالضروره تكون موجوده، ينجم يكون فما تفاهم اكثر. تنجم كذلك فما تلامذة اللي مشيت معاهم الفرنسوية أكثر في الديسلكسي، ما تفهمش علاش، ولكن ليه ما زاد احنا البرنامج نتاع المنظومة التونسية سورتو في السنوات الابتدائية مليان أكثر من المنهج نتاعهم في الفرنسية. دونك يمكن أنه كي يخف المنهج يولي يركز على 2-3 مواد تكون أسهل طبعا. دونك فما مثلا هذوما كي يقول التلميذ لبو والله je peux et peut-être c'est mieux وفما مراعاة وفما كذا والراهن ويقرا بالفرنساويه، مش معناه انا ضد لا ولكن c'est possible. J'ai vu des élèves qui réussissent très bien tout en étant dyslexiques معناها tout en étant ça ne les a pas empêchés de très bien réussir في السيستم الفرنسي. باهي معلومه باهيه مش معناها مش بالضروره اما لكن تنجم، مش معناها ما ينجحش في النظام التونسي، اما يلزمنا خدمة على الموضوع هذايا ويلزمنا نفهموا الأساليب والأدوات والوسائل والطرق باش هذاك ناتي وحظه باش ينجم ينجح. كي أنا قلت لك أنك تقري في المنظومة الفرنسية زادة مربوطة بوين أنت وشكون l'environnement، أنت ضحكت شوية. أنا باش نسألك سؤال بطريقة أخرى، احنا قلنا لو مفروض عليهم قبل ما يدخلوا الابتدائي يكونوا عملوا 3 سنين فما روضات في البلايص الكل تقري السيستم الفرنسي ويتقبلوا في المدارس الفرنسية المعترف بها. فما في البانليو نور، فما نرجعوا للمناطق سي كلير، فما في المناطق المرفهة، في المناطق المرفهة واللي خاصة قريبة من لي زيكول فرانسيز. دونك تلقى دي جاردان دونفون ومن بعد دي سورت دو كلاس بريباراتور، دي جاردان دونفون ولا دي ماتيرنيل اللي يطبقوا المناهج الفرنسوية. دونك يوقع إعداد التلميذ على أساس كأنه ماشي بالضرورة للنظام الفرنساوي، ولا باش يمشي اون ايكول بريفي اللي فيها الفرنسوية من الكلاس بريباراتوار. دونك فما أما موجودين في بلايص معينين. تمشي لداخل الجمهورية ماكش تلقى انت بريباراتوار
فرانكوفون ولا بريباراتوار كيما لي زيكول ماتيرنيل الفرنسيس. فهذا يجي من داخل الجمهوريه ومش يدخل يقرا في ايكول فرانسيز ولا يقرا في الايكول انترناسيونال معناها ثم تيست تعمل باش التلميذ بيان سور ايفيدامون فوالا هذا السؤال نيسيسيرمون يا دي تيست وحتى من قبل كانوا فما لي تيست دو نيفو. علاش؟ خاطر اللي كانوا يجيو ليكول انترناسيونال ما همش جايين كان من اوروبا يا اخي ترسل كدبلوماسي كله في اوروبا ما فما في السعوديه وفي الخليج وفي دراوين وفي مصر وفي دونك يجيك ينجم يجيك من اون ايكول بريفي السعوديه ولا قطر ولا اي بلاد اخرى فيها دي زيكول فرانسيز عاملينهم هكا بريفي عاملينهم مصريين ولا عاملينهم لبنانيين ولا ما نعرفش يعني انت تلميذ هذاك ما هو جايك من اون ايكول فرانسيز جايك من اون ايكول ا بروغرام فرانسي عنده برامج فرنساوي انت لازمك تثبت اسكو عنده لو نيفو ولا ما عندوش لو نيفو. اذا كان عنده هو قال لك راهو التلميذ هذا باش يدخل الكلاس دو 5 مثلا انت تثبت تلقاه وينو بعيد ياسر الفرنسي نتاعو تعب برشا. tu proposes aux parents de le faire redoubler par exemple en 6e يلزم يعاود 6e باش ينجم لمصلحته كيف انت تحب تدخل صغيرك في ليكول فرانسيز وهو ما يعرفش الفرنساوي مش صاغيما كوا سا با سانس ما عندوش معنى الكلام هذا. كان نقول لك اعطينا 5 حاجات احنا باش نخدموا قريب 5 حاجات يا ريت اللي قايمين على المنظومه التونسيه يتعلموها من المنظومه الفرنسيه. والله نتعلموا ثم حاجه به ياسر هي افساح اعطينا فسحه اوسع للغة. التلميذ اللي في المؤسسات الفرنسويه يعدي لو غراند اورال. لو غراند اورال est très important. Le grand oral c'est une épreuve du bac. Le grand oral ce n'est pas seulement un contenu, c'est une présentation. كيفاش تقدم روحك، كيفاش تعرف تدافع على مشروعك، كيفاش تبرر اختيارك علاش اخترت انت دونك مش تعرف كان تكتب، تعرف ايضا تواجه الاوديتوار، تتكلم مع الناس، تقدم روحك. وإذا مهم يظل حتى في سوق الشغل هذا نهار آخر. اي لكن قبل كل شيء ثقتك في نفسك انك tu apprends à choisir. اخترت انت موضوع. tu apprends à travailler par exemple deux matières. المواد اللي تشتغل مع بعضها هذه احنا يلزمنا نخدموا عليها. تعاملت راهي تجربه قبل وقع فشلت قاسوا عليها ما نجحتش افشلوها ما نعرفش تعمد. ولكن انك تشتغل مواد مثلا ماتي فيلو ماتيماتيك فيلوزوفي ينجم تلميذ يختار لك ان سوجي هما لي سوجي كل عام تتعطى معناها توجه معين للو غراند اورال. ولكن مثال اني انا سيدي نحب نخدم quel est le rapport entre les mathématiques et la philosophie. C'est un très beau sujet. مثلا التداخل بين المواد، التعاون بين المواد باش التلميذ يفهم اللي المواد راهي مش مجرد مواد، هي مواد تكون ولكنها ايضا تثقف وتنمي وتعلمك تفكر وتعلمك تنقد. وخاصة إعادة التفكير في اللي قاعدين نقرأوا فيه في الفلسفة وفي برنامج الفلسفة وفي مسألة الضوارب برشا مواضيع ولا يعني التلميذ مثلا في الباك جينيرال الفيلو سي كوفيسيون 8 ضارب 8 واللي باش يمشي يحب يمشي الانجينيوري ولا يمشي لي غراند زيكول لازم يكون باهي في الفلسفة. احنا الحقيقة تو مسيناه الرياضيات مسكين مشي على روحه. الرياضيات عندهم مشكلة بربي هما كيما عندنا احنا في مشكلة في الرياضيات. فما بالطبيعة فما ولكن تشوفها في بعض الأحيان بدرجة أقل لأنه المحتوى أخف. بالحق معنا. التلميذ اللي عامل في ليغ ماتيماتيك في السيستم تونيزيان بعيد على المات اللي عامل في السيستم الفرنسي. الاخر اكثر متقدم. احنا اصعب معبي اكثر. هي ما هذا كيف من بعد يخليهم نفس التوجيه يعطيوهم بنفس كيف يتوجهوا يعطيوهم فرصه باش يتوجهوا مع تلميذ
قاري بالسيستم التونسي كالمنهجية القوية والشارج وكل، وزوز ياخذوا دي بوست في المنظومة التونسية. ما فيش ما هيش غياب للعداله. مش معناه انه التلميذ اللي يقرا في السيستم فرنسي ما ينجمش يكون باهي في الماتيماتيك، باش نكونوا واضحين. سبيمات مش نفس البرنامج لك. ولو مش نفس البرنامج. الرياضيات في نهايه الامر علم في مداخل مختلفه، ولكن المحتويات هي بيدها. وما دام حكينا على شنو اللي ماذا بينا نتعلموه كيف معناه علاش يعني لورينتاسيون نتاعنا في الثانوي لازمها تتراجع دو ا زد تتراجع. وحتى البكالوريا زاده، هالبكالوريا ايكونومي ولاتر كذا سي تيرميني. نعطيوها ما تستحق من الأهمية ومن الجدوى زاده باش التلميذ نهيئوه باش يمشي لاختصاصات جديدة اللي قاعد يقرأ فيه توا ما يهيئوش، والبكالوريا كيما معمولة توا ما تهيئوش وما تسهلوش بكل باش يمشي للتعليم العالي وهو متهيئ باجيتو مع الأسف معناه. فلازم المنظومة يدور الكل. ديما احنا الحقيقة في كلاسور في كل اخر حلقة ديما نقولوا المنظومة التونسية يلزمها يتعاود تشيك، يلزمها تتصلح، يلزم زاد اصلاح صحيح مش اصلاح بالوراق والكتب واصلاح فعلي. يلزم اصلاح يكون فاهم في الاخر العالم هذا، العصر هذا عصر شنو والمستقبل. يلزم على الاقل يكون عنده نوع من الاستشراف لما سيحدث، لأنه ما يتقال منذ 10 تقريبا 10 سنين أنه اللي قاعد يقرأ اليوم ما يعرفش غدوة شنو باش يخدم. دونك فما بالك اليوم يعني هي حقيقة اليوم شنو ناقصنا باش نعملوا إصلاحات؟ ما ناقصنا شيء، ناقصنا شوية إرادة. خاطر عنا ناس اللي تفكر وعنا ناس تنجم تعرف شنو نحبوا، وعنا دي جون تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم، هم ما نشاركوهمش، هم اللي لازم نشاركوهم. مش التشريك السوري، التشريك الحقيقي معناها اون جونيس كمان بلوز او موان اكسبيريمونتي وعاشت التجربه وتعرف شو تقول على التجربه اللي عاشتها، سواء كانت تجربه ناجحه ولا فاشله. دونك حتى اللي ما نجحش في المنظومه نتاع التعليم العالي راهو يعرف علاش ما نجحش. المنظومه الفرنسيه في تونس باهيه ناجحه فاشله؟ تعليم مش كان مدرسه دوليه راهو لا تعليم إجمالا باش نكون صريحة ياسر، قلبي وجعني. علاش؟ لأنه كما قلت لك معناها ما عندنا شيء يمنعنا باش نكونوا ناجحين وما نمشيوش المنظومات أخرى. لكن ما يسالش نقول أنه المنظومة الفرنسوية راهو حتى الأولياء كي يمشيوا لها راهو مش حبا يمشيوا لها، يلوجوا على اون بورت دو سورتي، يعني باب لي ربما الكلهم يعدوا في ابنائهم باش يخرجوا لبرا. وهذا الموجع، هذا اكثر مثال اقرا في اي منظومه. ولكن يوجعني ياسر انه وقت اللي تسمع الولي يقول بربي علاش حطيت، يقول لك يلزموا يخرج لبرا يصفي مال. C'est ça. C'est pas que le jeune ou la famille croit nécessairement في التعليم الفرنساوي. يعني يقول لك هو مجتمع صغير داخل مجتمع. هو مجتمع مصغر، ولكن ما نجموش نقولوا زاد اللي هو منفصل تماما على المجتمع التونسي. راهو ما يسمى بالليزيكول فرانسيز في تونس عادة ليزيكول فرانسيز يعني المدارس إجمالا فما فرنساوي بالتونسي يقرأ فرنسي بالتونسي. لا معناه لي كومبورتمون لي اتيتود لي ريلاسيون كل شيء ما همش مفصولين تماما على المجتمع التونسي ولا على اصحابهم في مؤسسات اخرى، يمشي باوطان الاخرين بسيستم اخر بطريقه حياه اخرى. خاطر راهو المدرسه تربي قبل الدار وقبل كل شيء معناها تربي الى حد بعيد، وتربي فيك زاده طموحات ورؤيه للعالم ورؤيه للاشياء وطريقه في التعامل مختلفه. صحيح
فهذا لكن مش معناه أنهم تماما معزولين ولا تماما مفصولين على الباقي. أنا مش هخلي كلمة الختام. ما قبل كل شيء معناها باش نشكركم أتحتوا لي فرصة باش نتكلم على جزء من تجربتي التربوية، وباش نتكلم على المدرسة الفرنسوية، ولكن باش نتكلم زيادة على المدرسة التونسية اللي هي في القلب، واللي هي في صدارة اهتماماتنا. يعني أنه عندنا المدارس الفرنسوية جيد باهي، مساج عندنا انفتاح وعندنا إمكانية باش نتعاملوا مع ثقافة أخرى ومع طريقة أخرى في التربية، لكن يا ريت نستفادوا من هذه النظم بالشكل الإيجابي، بالشكل الجيد، بالشكل المفيد لمنظومتنا وبالشكل المفيد لأبنائنا. وشكرا. يعطيك الصحة. إذا كانت هذا ختام حلقة كلاسور الليلة. بطبيعة مش مهم شنية المنظومة شنية اللغة، يبقى المهم أنك أنت تختار وتعمل اختيار صحيح، ينجم يكون اختيار يوفر مستقبل مضمون لصغيرك بالطريقة اللي تكون أنت تراها صالحة. احنا في كلاسور نتمنى كان أن صغيرات يكونوا ناجحين، اختياراتنا تكون صائبة، وهذا هو الهدف الحقيقي متاعنا.